اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغير. صدق الله العظيم. أنا كنت قاعدة قلت أقوم أعمل كيكاية حلوة كده خفيفة وسهلة جدا. معاكم قلت أفرح بيها ولادي ونبقى قدام الكاميرا مع بعض نعمل الكيكاية الجميلة دي بمكونات بسيطة وحاجات بسيطة جدا جدا، قلت أعملها مع بعض. بس بتمنى اللي اول مره يشوف قناتي ما ينسانيش بالاشتراكات وفعل الجرس علشان يوصل له كل جديد ان شاء الله. جبت طبق اهوت وجبت 3 بيضات وحطيت عليهم كيس فانيليا. طبعا فانيليا اهيت، فانا قلت ايه انزلها عشان كانت في الطبق علشان الزفاره بتاعه البيض. ورحت جايبه كوبايه السكر اللي احنا هنعمل بيها كيكايه جميله ان شاء الله بنفس المعيار اللي احنا هنعمل بيه كل حاجه. وجبت كوبايه اقل من نص كوبايه زيت. طبعا انت عايزه تحطي سمنه براحتك، عايزه تحطي زبده براحتك، عايزه تحطي زيت على سمنه او زبده براحتك، دي حاجه ترجع لك انت. ورحت نازله بقى فضلت اضرب فيها بالمضرب اليدوي بتاعي. اللي عنده مضرب كهربائي شغال يضرب بيه كويس جدا هيديله نتيجه اسرع واقل مجهود، بس انا شغاله بالمضرب اليدوي علشان اللي ما عندهوش مضرب كهربائي ما يحسش ان هو مش هيديه نفس النتيجه. وبعد كده رحت جايبه كوبايتين زبادي وحطيتهم على الخليط بتاعي وفضلت اضرب برضو كويس جدا. طبعا هي بس يعني المضرب الكهربائي دوت هيقلل بس الجهد. ورحت جايبه نص كوبايه ميه ورحت حطاها. طبعا اللي عايز يجيب لبن براحته، عايز يجيب زبادي براحته، دي بدايل يا جماعه، دي بدايل احنا بنحطها. ورحت جايبه 3 معالق كاكاو ورحت نازله بيهم على الخليط بتاعي وفضلت اضرب بقى بالمضرب كويس جدا 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 علشان ابدا اعمل الكيكايه بتاعتي. ورحت جايبه كوبايتين دي، ادي كوبايه ومعلقه بيكنج باودر، وهنبدا ننخل اول كوبايه وهنروح جايبين الكوبايه التانية اهيت وننخلها كويس جدا. يعني الخليط السائل بتاعي كل ده اخد مني كوبايتين 2 بس دقيق. وهبدا ان انا اضربه كويس جدا جدا. اهم حاجه يا جماعه في الكيكه ان انت تضربي الخليط بتاعها كويس جدا مع بعض. اهو فضلت اضرب بقى في الخليط. طبعا هي انت مش عندك مضرب يدوي بس عايزه جهد شويه وهيديكي النتيجه الجميله ان شاء الله اللي انت حباها. اهو ما شاء الله ضربتها. انا مش حابه اطول عليكم فعشان كده انا مسرعه الفيديو. بصوا ده نفس القوام اللي انا عاوزاه، بصوا القوام بتاعه ما شاء الله. ده قوام الكيكايه بتاعتي الهشه العاليه ان شاء الله، الاسفنجيه اللي انا عاوزاها. جبت الصينيه بتاعتي وبطنتها بالسمنه والدقيق ورحت نازله بالخليط بتاع الكيكايه بتاعتي في الصينيه على طول. طبعا انا ببطنها بالسمنه وبالدقيق علشان ما تلزقش مني في الصينيه او تتكسر مني. ورحت نازله بالخليط كله اهوت في قلب الصينيه، وهروح ماسكه الصينيه خبطها خبطتين حلوين كويس جدا كده علشان افرغ الهواء اللي داخل الصينيه. خبطتين حلوين كده وهاخد الصينيه احطها جوه الفرن. ما شاء الله خلاص اهيت دي كيكايه. بس استنوا انا هزينها بحاجات بسيطه برضو، خليكم معايا اوعوا تفصلوا الفيديو. عملت كيكايه بصوا طلعت ما شاء الله عاليه وهشه وجميله ازاي وشكلها خطير ازاي. اروح قلبها في الطبق بقى علشان ازينها. كده انا قلبتها. طبعا هي مبيضه من فوق مطرح الدقيق والسمنه، لكن احنا هنحط عليها الصوص بتاع الشوكولاته هيديها شكل حلو خالص. نزلت بالصوص اهوت ما شاء الله فردته. واولادي كانوا جايبين الحلويات البسيطه ديت من السوبر ماركت فرحت نازله بيها وزينت بيها الكيكايه بتاعتي. ما كانش عندي وقت ان انا ازينها بكريم شانتيه وكده واعمل تورتايه، بس كانت كيكايه حلوه وشكلها حلو وفرحوا بيها. اتمنى يكون الفيديو عجبكم ويا رب يكون عند حسن ظنكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.